بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده أنا النهاردة الحمد لله. يعني ربنا أنعم عليا ووصلت للحجر الأسعد. زي ما انتوا شايفين الدنيا كانت زحمة جدا، شايفين الوضع عامل ازاي، وأنا كل ما أروح يعني أتمنى كده إن أنا أوصل، بس طبعا صعب جدا. الواحد الوصول هناك بيبقى يعني جزء كده من يوم الحشر زي ما بيقولوا. يعني محدش بينقذ حد في الجزئية دي. لو دخلنا صعب جدا جدا، لازم عشان تدخلي يكون في حد معاكي ان هو عارف ان انت جوه، فبالتالي يحاول يطلعك. لكن لوحدك وعشان تدخلي يعني نفس، ما فيش، زحمة جدا. كل واحد هنا في الجزئية دي بيفكر في نفسه بس، فكرش في حد. يعني لو حاولتي بس ترفعي ايدك ان ممكن حد يشوفك، لا، ده هما بيبقى في الجزئية دي في دنيا تانية خالص. فانا الحمد لله بفضل الله سبحان الله كده انا صليت المغرب والعشاء. عادة انا لما بروح بصلي المغرب والعشاء، وبعد كده بخش بقى ايه اطوف كده ايه 7 واقعد ادعي وكده. المرة الوحيدة سبحان الله انا صليت المغرب ودخلت طفت، يعني ايه، قلت اطوف بين المغرب والعشاء واصلي العشاء وايه وامشي على طول. فبين المغرب والعشاء يعني انا بطوف كده، وصلت للايه رقم 5، يعني ناقص لي 2 وخلاص هخلص وهطلع. فاذا لقيت ان الرجال في بعد الكعبة على طول واقفين زي وضع الصلاة، يعني بادئين ايه. ما قلت الساعة كام، العشاء لسه عليها وقت. واحنا ماشيين فواحدة بتقول صلاة العشاء، لان هم وقفوا صفين حوالين الكعبة، وفي مساحة بين الكعبة وبين طبعا الصفين اللي هم هيصلوا. واحنا بنبص كده، طب لسه بدري على الصلاة. بصيت على الساعة بتاعة الحرم، لقيتها كانت يعني 7:30 ل5 كده يعني، ولسه العشاء هناك بتبقى مثلا 8:10 كده. فببص كده لقيت بتاع جزء كده من الستات، مش كتير، بتاع 8 7 في الحدود دي، واقفين زي طابور من أول الباب المزدلفة لغاية الحجر الأسعد. وبرضو يليه من الجنب التاني الرجال برضو واقفين طابور، وفي عسكريين واقفين. فعرفت ان طبعا عرفت ان في حاجة كده، ان هم يعني بيدوا مساحة سبحان الله من الزحمة دي، وعملوا حاجز عشان خاطر الكام ست دول يخشوا يوصلوا للحجر الأسعد. طبعا زي ما انتم شايفين ده قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام. حبيت ان انا برضو اصوره لكم عن قرب. فالمهم سبحان الله حاولت ان انا ادخل، والحمد لله ربنا كرمني ودخلت، وبقيت ورا الستات وبسط الحجر الأسعد. كان حاجة جميلة جدا، وانبسطت قوي قوي. بقيت داخلة بكل سلاسة، وقفت خدت طابوري. كان طابوري من أول الباب نفسه، حطيت ايدي كده عليه. حاجة كانت بجد بجد مفرحة. هنا طبعا المكان ده جزء من الكعبة. كان الأول بنخش نصلي فيه، دلوقتي بقى مقفول، وبندخل نقف عند السور اللي هو زي ما انتوا شايفينه دوت، اللي هو بنصلي فيه. يعني مفيش حد بيدخل جوه دلوقتي يصلي. يعني انا لما رحت قبل كده عمرة كنت صليت فيه جوه. دلوقتي السنة دي وانا هناك مقفول كده على طول، ونقف هنا عند السور. يعني طبعا في ضغط زحمة رمضان يستحيل الواحد كان يوصل هنا. فالفترة دي وصلت، وبنقف ندعي زي ما انتوا شايفين اهو مقفول ومفيش حد جوه خالص. كل اللي واقف ده بيدعي كده في الجزئية دي. طبعا هنا في المكان ده مكان جزء من الكعبة، استجابة الدعاء فيه، فبنقف ندعي فيه هناك. طبعا هنا انا بعد ما صليت العشاء بطلع انا عادة انا على طول بدخل من باب الملك فهد اللي هو رقم 79. بقيت احب الرقم ده قوي، لان اول ما بشوفه بفرح ان انا خلاص داخلة وهشوف الكعبة. حاجة جميلة جدا. ربنا يا رب يكتبها لكل مشتاق، ويكرم كل اللي الناس كلها والمسلمين كلها يجي الزيارة. طبعا بعد ما انا صليت وطلعت خالص، هنا بره خالص الحرم في سلم كده بنزل من عليه زي ما انتوا شايفين. ده بيبقى الشارع اللي بعد الحرم مباشرة.
ومليان بقى زي ما انتم شايفين بالفنادق، والفندق ده قريب جدا من الحرم، يعني المقيمين فيه بيشوفوا فيه الكعبة، يعني بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا.